ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده الحلقه الثالثه من السلسله، وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا. عمرك سالت نفسك ليه ساعات بتقوم من النوم متحمس وفجاه بعدها بيومين بتحس انك مش قادر تعمل ولا حاجه؟ وليه الطريق اللي نفسك تمشيه بيبدا بصرخه حماس بس بينتهي بسكوت خايف؟ النهارده مش هنتكلم عن اعمل وركز وقوم شد نفسك، النهارده هنتكلم عن كلمه صغيره بس قادره تغير حياه كامله: الانضباط. ايوه، الكلمه اللي بنهرب منها ونفتكرها سجن وهي في الحقيقه باب. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. أغلب الناس بيبدأوا بأي حاجة بحماس رهيب، دخول جيم، مشروع جديد، دراسة، شغل، حتى لو علاقة جديدة. الحماس شبه الشرارة، يولع بسرعة ويطفي أسرع. والمضحك هنا إن ساعات بنفتكر إن الحماس ده العلامة، لو راح يبقى إحنا مش قد الموضوع. لكن الحقيقة إن الحماس عمره الافتراضي قصير، وده الطبيعي. العقل البشري ما بيحبش حاجة ثابتة، بيحب اللي يلمع، الجديد، اللي لسه طالع من العلبة. جملتنا الإيجابية هنا إن كل شرارة لو اختفت مش معناها إن النار ماتت خالص. كان في شاب أعرفه كل شهر يبدأ بخطة جديدة، دايت، جدول مذاكرة، مشروع أونلاين، ومع كل بداية بوست على الفيسبوك، وبعد أسبوعين بالظبط اختفى. هو فاكر نفسه كسول، بس الحقيقة هو مستني الحماس اللي يرجع له الشغف. مش واخد باله إن الحماس مش موجود أصلا عشان يتحكم فيه، الحماس موجود علشان يفتح له الباب وبس. والأغرب لما يبدأ يعمل خطوات صغيرة جدا، الحياة اتحركت. وده مش بعصاية سحرية، ده بهدوء، فخطوة صغيرة ثابتة أقوى من 10 خطوات بحماس بس مؤقتة. الحافز إحساس والانضباط قرار. الحافز يتغير بالجو والمود والأخبار والنوم، الانضباط بيكمل حتى لو الجو هادي والنفس متضايقة والصوت الداخلي بيقول مش قادر. الحافز يحركك والانضباط يوصلك. في علم النفس بيقولوا إن المخ بيحب المكسب السريع، فالحماس بيغذي الدوبامين قبل ما يسيبك فجأة وتلاقي نفسك واقع. لكن الانضباط ده بيغير شكل المخ نفسه، بيعمل حاجة اسمها عادة مركبة، خطوة صغيرة فوق خطوة صغيرة تتحول بعد شهور لحاجة ضخمة من غير ما تحس. في أوقات الانتصار الحقيقي بيكون صامت. والناس فاكرة إن الانضباط معناه تقفل حياتك، لكن الحقيقة أكتر ناس منضبطة هم أكتر ناس حاسين بالحرية. عارف ليه؟ لأن اللي ما عندوش عادة بيتحكم في مزاجه، لكن اللي عنده عادة مزاجه ما يقدرش يوقفه. والصدمة إن الانضباط مش ضد الحرية، الانضباط هو اللي بيخلي الحرية ممكنة أصلا. فالحرية عمرها ما كانت غياب نظام، الحرية دايما كانت نتيجة نظام. واحدة صاحبتي كانت بتحاول تذاكر 3 ساعات في اليوم وفشلت 14 مرة. حد تاني نصحها تعملها عادة صغيرة، 10 دقايق بس يوميا، فهي ضحكت وقالت هعمل ايه في ال10 دقايق دول؟ بس بعد شهر ال10 دقايق بقوا 20 دقيقة، وبعد 3 شهور بقوا ساعة، وبعد 6 شهور بقت من الأوائل. مش لأنها عبقرية ولا إنها اتغيرت فجأة، بس لأنها عملت أبسط حاجة في الدنيا، قللت سقف البداية ورفعت سقف الاستمرار. فالنقطة اللي بتبدأ منها أهم من النقطة اللي بتحلم توصلها أصلا. لو مبدأ الفايدة المركبة بيكون ثروة، فالعادات المركبة بتكون شخصية. كل عادة صغيرة إضافة، وكل التزام يومي قرار. كل خطوة لو اتكررت تبني مستقبل. والعقل البشري ما بيصدقش النتائج الكبيرة، بس بيصدق التكرار. وعشان كده النجاح الحقيقي بيجي هادي، من غير صوت ومن غير صراخ ومن غير حماس. فالدنيا مش محتاجة منك تبقى أسرع، محتاجة تبقى ثابت أكتر. وفي النهاية أحب أقولك إن الحافز بيخلص وهيخلص، ومش غلطان ولا أنت غلطانة. لكن لو استنيت الحماس يفضل موجود عمرك ما هتدخل الطريق بجد. ابدأ صغير واكبر بهدوء، وخلي الانضباط يمسك إيدك، وخلي نفسك تشوفك بعد سنة وانت واقف في مكان عمرك ما كنت متوقع توصل له أصلا. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. وإلى اللقاء في الفيديو القادم. ما تنساش بقى تعمل اللايك والاشتراك في القناة. سلام.